معكم. Je me présente Yassinia Diaby, étudiante en sciences agronomiques à l'université de مولود معمري تيزي وزون. يمثل يوم الشهيد الذي يعتبر محطة لاستلهام العبر من خطى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استعادة السيادة الوطنية. نحن الآن ننعم بالحرية المطلقة في هذه الأرض الطيبة التي سقيت بدمائهم، ولها إطارات في كل مكان، إذ ننعم بأطباء وأساتذة ومهندسين، إذ يجب أن نترحم عليهم كل يوم ليس اليوم فقط. منصوري حفصة، طالبة في المحاسبة والمالية جامعة مولود معمري تيزي وزو. 18 من فبراير المسمى بيوم الشهيد هو يوم مهم جدا في وطننا الجزائر، يحتفل فيه بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن. هذا اليوم يذكرنا بالشجاعة والتضحية وقوة العزيمة التي يتحلى بها شعبنا. رسالة لشباب اليوم، يعني أنه يجب على شباب اليوم أن يسيروا على خطى شهدائنا الأبرار في حب وخدمة الوطن، وأن نحمي الذاكرة الوطنية، وأن ندافع عن هذا الوطن كما فعل الأولون، لأن لنا فقط وطن واحد وهو الجزائر. أتمنى من شباب اليوم أن يكون واعي ويكمل ما ضحى به شهداؤنا لخدمة الوطن والمستقبل. الإقامة الجامعية التي نحن بها الآن تحمل اسم مجاهدة تسمى عمران زهرة، والتي كانت ممرضة أثناء الثورة التحريرية الكبرى. الإقامة تاعنا التي تحمل اسم المجاهدة عمران زهرة التي كانت ممرضة في الثورة ومكلفة من قبل جبهة التحرير الوطني بوضع قنابل في أماكن الاستعمار الفرنسي.